يكمن الجانب الأخطر للأسلوب الدوغمائي في فرضه على البشرية مفهوم الطبيعة الجامدة والخاملة وغير القادرة على الحركة إلا بأوامر الإله المقدس من الخارج، عوضاً عن مفهوم الطبيعة الحيوية المتطورة ذاتياً وتدريجياً. النتيجة الأهم الناجمة عن ذلك ضمن الميدان الاجتماعي تتمثل في النظر إلى وجود البنى الخاملة عينها، وإلى حكم الراعي للرعية من الخارج على أنه أمر جد طبيعي. هذا الأسلوب الأقدم والذي اقتضى وجود شخصانية متفوقة ومتعالية على كل شيء قد وصل ذروته في العصور الوسطى، حيث يكاد العالم المادي يغدو مبهما، بل اعتبر وكأنه غير موجود، في حين أصبحت الدنيا محطة حياة انتقالية عابرة، واعتبرت الغايات والمثل الراسخة والأبدية شكل الحياة الأساسي. ومن عرف القوالب الدوغمائية والكليشيهات أكثر فقد اعتبر عالما وتقلد أرفع المراتب. إن طريقة التفكير هذه المتصفة بتضادها مع الأسلوب الميثولوجي قد تحكمت بوجهة مسار التاريخ، ولعبت بالتالي دورا رئيسيا في كبح جماح الحياة والحكم عليها بالأسر والذل والهوان. أما الجانب الإيجابي في الأسلوب الديني فيتجسد في قطعه أشواطا ملحوظة في ظاهرة الأخلاق ضمن المجتمع. ففي هذه المرحلة وفي ظل هذا الأسلوب تعرضت ثنائية الفضيلة الرذيلة لتمايزات كبرى، فقيدت بأحكام قطعية صارمة. الخاصية الأساسية الملفتة للنظر في هذا الأسلوب هي مرونة ذهن الإنسان، بالتالي اتسامه بالمزية التي تمكن تأهيله ورسم ملامحه. هذه الذهنية التي تميز الإنسان عن عالم الحيوان تشكل الأرضية الأساسية للتطور الأخلاقي. من دون الرجوع إلى الأخلاق لا يمكن تحقيق المجتمعية أو القيام بالإدارة والتوجيه، فالأخلاق في الأسلوب تكوينة وحقيقة وإدراك إداري لا غنى عنه بالنسبة للمجتمع. ومن دون الدخول في الجدال حول مضمون الأخلاق الإيجابي أو السلبي، فإن التطور على هذا الصعيد يعتبر ضرورة حتمية للوعي الاجتماعي. لا شك في أن الأخلاق إدراك ميتافيزيقي، ولكن هذه الخاصية لا تجعل منها موضوعا تافها أو مرفوضا. لا نبالغ إذا ما تحدثنا عن تفوق الأخلاق الدينية نسبة إلى الأخلاق البدائية في العصر الميثولوجي. إن مجرد التفكير بالمجتمع البشري مجردا من الأخلاق يعني انقراض الجنس البشري أو القضاء على بيئة الحياة التي تحيط به. ربما يعد ذلك أقرب إلى الديناصورات التي انقرضت لأنها لم تبق شيئا من النبات الذي يمكنها أن تتغذى منه. فالأمر سيان، ويخرج الموضوعان من البوابة نفسها، ويؤولان في نهاية المآل إلى سقوط الإنسان في حالة يغدو فيها نوعا عاجزا عن تأمين سيرورته، مع العلم أن التدني الفظيع للأخلاق هو السبب وراء تفاقم قضايا البيئة في راهننا لدرجة الوصول بالبشرية إلى حافة الهاوية. لا يطغى الأسلوب الدوغمائي على الأديان الأساسية فحسب، بل ويسود في الفكر اليوناني الكلاسيكي أيضا، حيث يحتل الأسلوب الديالكتيكي والمقاربات الموضوعية المادية حيزا جد محدود فيه. فمثاليات أرسطو وأفلاطون كأساليب سائدة غدت الدعامة الأمتن للأسلوب الديني الدوغمائي في العصور الوسطى. فكون أفلاطون فيلسوف المثالية بل ومبدعها الأعظم، أو القبول بأنه كذلك، قد جعل منه العزيز المحبب والمقرب إلى المقاربات النبوية. إنه الفيلسوف الأقرب إلى النبوة. تعتبر تقاليد النبوة في الأديان الثلاثة الكبرى القوة المؤسسة للأسلوب الدوغمائي المنقى من الشوائب. يتمثل الجانب الطافح في هذه الأديان الثلاثة في كونها مؤسسة للأخلاق الميتافيزيقية. تصل الأخلاق ذروتها وتحقق رواجها مع بوذا، زرادشت، كونفوشيوس وسقراط. ونخص بالذكر هنا ثنائية الفضيلة الرذيلة التي اعتبرت في الزرادشتية فلسفة أساسية مكافئة لقرينة النور الظلام. وقد قطعت الإنسانية مسافات أخلاقية شاسعة وعظيمة في تاريخها عبر شخصيات هؤلاء الحكماء القيمين.